اقول لحضرتك على حاجه، هم ما لم يجرؤوا ان هم يخشوا النادي هنا يقول لك على مصالحه. هم جم على فكره، كامل ابو علي جه 6 مرات للنادي، والكلام ده من ناس موثوق منها جدا جوه، ان هو طلب منهم 6 مرات ان يعمل مصالحه. قال له لو اهالي الشهداء، وده شيء يعني مش هقول لك خلاني في قمه سعادتي، قال لهم لو اهالي الشهداء وافقوا انا مش هوافق. حتى لو بغالبيه الاعضاء؟ ايه؟ حتى لو بغالبيه اعضاء مين؟ هو العضو ده مات ابنه؟ العضو ده ميت ابنه؟ بغالبيه الشهداء. لا ما في عندناش احنا الكلام ده. احنا ما عندناش ال 72 ام واب، ما عندناش الكلام ده ابدا. بيتقال ان انتوا خدتوا تعويضات وصلت فوق الملايين من كامل ابو علي. لا ولا نعرفه ولا نشوفه ولا عايزين نشوفه. ده احنا لو شفنا كامل ابو علي في كلام تاني، بس هو يقدر يجي هنا ولا يقدر يقابل ام شهيد. اتعرض عليكم تعويضات فعلا؟ هو اتعرض واتكلم ناس مسؤولين من كامل ابو علي؟ اتكلم ناس مسؤولين كبار بدون ذكر اسامي، ان هو فعلا كان عايز يدفع لنا فلوس مبالغ جامده جدا. في حد يوافق من اهل الشهداء؟ لا ولا حد. حتى العائلات اللي هي ذو احتياجات جامده جدا رفضت تماما، قالت انا ما اخدش دم تمام. عندك ثقه في قرار القضاء؟ هو هيظهر يوم النقد. يوم النقد بتاع القضيه هيثبت لي حاجات كتير جوايا انا خايفه منها. انت ايه رايك في اللي حصل في يوم الاحداث نفسه؟ اللي هو ايه؟ سعيد يوم الماتش ولا الطرف الثالث؟ لا بص انا اقول لحضرتك على حاجه، الطرف الثالث ده احساسك كأم الشهيد مين؟ انا والد الشهيد محمد جمال. انا اقول لحضرتك بيقول ايه؟ احساسك بيقول ايه؟ انا مش عايزه العب بالقضيه، انا مش عايزه اتلاعب بالقضيه. الطرف الثالث ده اللي مصر كلها بتتكلم عليه دلوقتي، اديني اثبات مين الطرف الثالث. عايزه دليل عشان لما اطلع للنائب العام بالدليل والاثبات اللي معايا يقدر يقف يكلمني. انما لما اطلع دلوقتي على النائب العام واقول له انا في طرف ثالث، انا سامع ان الطرف الثالث، مين الطرف الثالث؟ مش عايزين القضيه تبوظ، مش عايزين. احنا عايزين نمشي في الصح، والقضيه في القضاء، واحنا عايزين الموضوع يمشي صح، بس مش عايزين حاجه تانية. وانا هقولها تاني وهفضل اقولها عشان انا ست عارفه ربنا وبخاف ربنا. لو فيهم واحد مظلوم يا رب يثبت براءته ويطلع، انما اللي قتل يتقتل. بس اللي قتل ولادنا يتقتل، واحنا عايزين ده. احنا على فكره امبارح اتفرجنا على اعاده الحلقه بتاعه النطق بالحكم اللي بالاعدام على 22. قعدنا رجعنا بالذاكره يوم النطق، انا واحده من الناس قعدت زغرت لما سمعت النطق بالحكم كده، لان ربنا هو سبحانه وتعالى قال لك كده، قال لك القصاص ومن قتل يقتل حتى لو بعد حين، واستديوهات مبينه، الاستديوهات اللي في النيابه مبينه، والتصوير اللي في النيابه. هم مش قادرين يستوعبوا كفايه الكلام اللي هم قالوه امبارح على قناه الاهلي، ان هم اولادنا واحنا لا يمكن ننساهم، واحنا بصراحه هم. بس انا اللي قلقني موضوع القضيه، بس انا لا احتفال بذكرى ولا حاجه، انا عايزه القصاص العادل، انا عايزه حق ابني، انا عايزه دم ابني اللي نزل في البلد ده اللي قتل ويتقتل باي شكل من الاشكال. بس ان كان فيهم يا رب فيهم واحد بس مظلوم، ربنا يبرئه من اللي هم فيه. بس شكرا. حضرتك عاوزه توجهي رساله معينه لحد في الدوله يهتم بموضوع القصاص يا ريت سياده المشير، يا ريت احنا املنا فيه. احنا كنا النهارده وكنا سامعين ان سياده الببلاوي جاي، ويا رب يكون املنا كبير ان هو احنا نخش نلاقيه جوه ويجي. احنا املنا فيه كبير، احنا مش عايزين اي حاجه ولا عايزه، والله انا واحده، مش انا بس على فكره، احنا كل اهل الشهداء وعلى اتصال ببعض على طول. احنا لا عايزين احتفال ولا عايزين ذكرى ولا عايزين اي حاجه، انا عايزه القصاص العادل، لان بصراحه احنا السنه دي الموضوع صعب علينا قوي قوي قوي، اصعب من السنه اللي فاتت. وكل ما السنين هتاخدنا، كل ما عيالنا هتوحشنا، كل ما النار هتزيد فينا. لو هم فعلا بيفكروا فينا كاهالي شهداء يعجل بالقصاص، يجيب لنا حق اولادنا، يخلي الدنيا تهدى. انما احنا كده لا شايفين قصاص لغايه دلوقتي ولا حاجه. والنقد لسه، النقد يوم 6، لسه ما نعرفش النقد فيه ايه، هيتقبل ولا هيترفض. دي حاجه هتبين لنا ان كانت القضيه ماشيه تمام ولا